بسم الله الرحمن الرحيم. اولا المقابله كانت ضعيفه تقنيا. الشيء اللي جعل المغرب ينهزم، اولا الخطوط كانت متباعده. كان ضعف في الدفاع. هذا راجع وناتج على تهيئ المعسكر التدريبي اللي قاموا به اخيرا في المغرب. كان من سوء التنظيم. علاش؟ لان كان في امكان الناس المسؤولين على الكره في المغرب يحضروا التحضيرات ديالهم في الخليج العربي، لان الجو مناسب والطبيعه ديال الخليج مثل الطبيعه ديال افارقه، وهذا هو الشيء اللي جعل يكون هناك خلل. وثانيا كاين اللاعبين اللي ما تيلعبوش في الفرق ديالهم وقحموا في المقابله. والتوقعات ديالي انا شخصيا، وهذا رايي الشخصي، في المدرب انا كم اطار تقني وكمواطن مغربي كنت ضد فكره ديال المدرب الاجنبي. الشيء اللي احنا ما حبدناش وهو مدرب ديال الانديه، وكان مدرب ديال فريق سعودي. البطوله السعوديه ضعيفه. الغريب في الامر وهو رئيس الجامعه والوزير الشباب والرياضه سابقا ألحوا على انه مدرب على مستوى، وثبتوا على ان بالكلام ديالهم، ماشي داروا واحد الاستطلاع على مستوى المواطنين المغاربه، كانوا ياخذوا الراي ديالهم. الشيء اللي جعلوا يتعاقدوا معاه ب 340 مليون ميزانيه، تقريبا ميزانيه ديال مدينه المحمديه، ميزانيه جديده، زائد الفيلا، زائد بزاف ديال الامتيازات. هذا دليل على ان العمل اللي تيقوم به ماشي عمل اللي هو استراتيجي على مدى البعيد. ونرجعوا لواحد المساله، وهي المدرب ديال المنتخب الاولمبي عنده مشاكل معاه. نرجعوا ليه ونقولوا للمسؤولين ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم شنو هي الاسباب اللي ما يكونش المدرب ديال المنتخب الاولمبي لاجوان ديالو. لان دائما تينتقدوا تيقول لهم بان راه هذاك المدرب ماشي ديال المنتخب، وكان تيتوقع على انه غادي يفشل في المهمه ديالو في لاكار. وانا تنتاسف بكل بصراحه على الانهزام ديال المغرب، وانهزام بصراحه اللي هو مضر للمغاربه كافه. شكرا.